بوجد الترحيب مع حضراتكم، وبرحب بضيفي الكريم الكاتب الصحفي والناقد الرياضي المحترم والكبير الأستاذ ياسر تهامي، رئيس تحرير موقع وصحيفة العربية نيوز. أهلا بحضرتك ومنورنا، وكل سنة وأنت طيب. ربنا يخليك، اهلا بحضرتك وكل الساده المشاهدين. وقبل ما نبدا عايز اقول كل سنه وهم مصر كلها بخير وسعاده يا رب، وان شاء الله 2017 باعتبار دي اخر حاجه دي الجمعه اليتيمه بس في السنه الميلاديه. وان شاء الله ان شاء الله السنه القادمه 2017 ان شاء الله خير ورخاء على مصر كلها وسائر بلاد المسلمين ان شاء الله. امين يا رب، امين العالم كله يا رب ان شاء الله. والنهارده بس للاسف يعني كان ذكرى حزينه يعني لاخر الايام العام بوفاه الكابتن الديبه عليه رحمه الله تعالى، يعني ربنا يرحمه ويغفر له. الله يرحمه طبعا. قيمه يعني طبعا قيمه كبيره وتاريخ كبير في قرى في اسكندريه بوجه خاص. قدم مسيره كبيره جدا مع الاتحاد السكندري مع مصر. عمل اداري، يعني اسم طبعا يشار له بالبنان زي ما بنقول. ربنا يرحمه. والموت هو الحقيقه الوحيده في حياتنا زي ما حضرتك عارف. على فكره هو اسمه اليقين، يعني ذكر في القرآن اليقين كلمة مرادفة للموت. أيوة يعني بالزبط. فهو حتى بالزبط. ما أنا بقول يعني اللي هي الموت الحقيقة الوحيدة يا أستاذ أسامة اللي في حياتنا. صحيح. يعني سيبك بقى من الناس بتجري ورا الفلوس، بتجري ورا الشهرة، ورا المناصب. الحقيقة الوحيدة اللي احنا الناس بتروح في متر في متر. صحيح. ولازم الناس تعمل حسابها للحظة الحاسمة عندما ويظل ليك الذكر الطيب طبعا بأخلاقك وبعملك وبتصرفاتك. ربنا يحسن ختامنا جميعا يا رب يا رب. ويكون ذكرنا طيبا بين الناس في الحياة وفي الممات إن شاء الله يا رب. طيب أنا عارف إنك دايما بتدور على المختلف في الخبر، يعني ما بتدورش على الخبر التقليدي انك تنقله حتى في الصحيفه او في الموقع المسؤول عنها، ولكن انت بتدور على المختلف ده اما يكون تصريح، اما يكون انفراد، اما يكون توقع لحاجه معينه. ابرز اللي انت تناولته في الايام الماضيه كان حديثك عن سواء كان مباراه القمه الاهلي والزمالك او الزمالك والاهلي اللي انتهت بالامس، وكمان حديثك عن امور متعلقه بحاجه في المنتخب وفي اتحاد الكره وتوقعات لاختيارات خاصه باسماء من اللاعبين. يا ريت نعرفها. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، انا سعيد ان اكون معاك طبعا. لينا الشرف. ربنا يخليك، تسلم. ودايما يعني عايز اقول بس كده لقطه على الماتش، ودي حقيقه ان النايل سبورت او النيل للرياضه هي مؤثره قناه من اهم القنوات الرياضيه في العالم العربي. 98 ده بالنسبه لي انا اللي هو نشأة او ميلاد نايل سبورت، بدايه القناه. انا هي ليها ذكرى معايا. انا كنت دخلت نقابه الصحفيين 96 و98 دي كانت البدايه. وانا عشان كده يمكن خدت مشتغلين او حاجه زي كده، فالتاريخ ده ما اقدرش انساه. الحقيقه انا عايز اقول بس يعني للنيل الرياضه، يعني انا مش عايز اقول الناس بتحطمها، الناس بتهاجمها، الناس ايه لكن نيل الرياضه رغم ضعف الامكانيات ما زالت النيل الرياضه عامل مؤثر جدا. يعني كان التنافس بين النيل الرياضه واي ار تي في فتره من الفترات كبيره جدا، ولولا الاحتكارات اللي احنا ما بنحبهاش. لكن انا عايز برضو ارجع واقول النيل الرياضه هتفضل النيل الرياضه، مش حكايه تلفزيون دوله بس، لكن هي دايما يعني تفريخ لافضل الاعلاميين في مصر والوطن العربي. دي حقيقه بدون اي قنبله، ما فيش اي مجامله، دي حقيقه. طبعا زي ما حضرتك تفضلت في مباراه القمه، يعني عايزني ابدا بمباراه القمه الاهلي والزمالك. حضرتك حابب يعني تناولت الموضوع ده في اكثر من اتجاه. تمام. انا مش عايز اقول لحضرتك بس عشان ايه، حضرتك كنت اطلقت عليا من 3-4 سنين صاحب التوقعات المرئيه. ايوه زي فكرتني بكتاب الثانويه العامه والحاجات اللطيفه دي. الحقيقه انا توقعت فوز الاهلي 2-0. يعني اقسم لك اللي ده موجود. ايوه انا متابع. والناس قالت لي هو انت بتضرب الودع؟ لا خالص، ولا عبقرينه. لكن في بدايه الامر او في نهايه الامر اللي انا بتوقع في ضوء المشهد، يعني ربنا بيكرمني ان انا بقرا المشهد او عندي رؤيه جيده للمشهد سواء الاهلي او الزمالك، وفي ضوء معطيات يعني اسباب. يعني ربنا بيقول خدوا بالاسباب. الاهلي اعلى لانه كان في الصداره، فبالتالي كان هو افضل من قبل بدايه المباراه، عنده ميزه تنافسيه اعلى من الزمالك. الزمالك كان في فرق نقاط، فبالتالي في بريس، يعني في ضغط زي ما حضرتك عارف عصبي ونفسي على جميع لاعبين الزمالك، بالاضافه لبعض المشاكل الاداريه وتغييرات دائمه مستمره. النادي الاهلي انا قلت هيفوز 2-0 وقد كان، ويمكن علقت ساره سمير الحكم وقالت لي هو انت على طول بتقول الحاجات الصح؟ فقلت لها طبعا، يعني لان الحقيقه النادي الاهلي دايما في المباريات اللي هي القويه دي، خاصه مع الزمالك او الاسماعيلي، بيقدر يحسم اللقاء.
بخبره، بروح الفانله الحمراء اللي بعدت شويه عن نادي الزمالك، واتمنى اللي هي تعود للزمالك والاسماعيلي لصالح مصر. مباراه القمه زي ما حضرتك شفت او زي ما الساده المشاهدين تابعوا، المباراه كانت يمكن في اول ثلث ساعه الزمالك او 17 دقيقه بالظبط كان هو افضل في سيطره، ولكن بدون انياب حقيقيه، بدون فاعليه على المرمى الخصم اللي هو النادي الاهلي. النادي الاهلي بعد كده قدر اللي هو يعني يسيطر على زمام الامور، وقدر اللي هو يعمل كثافه عدديه في وسط الملعب. قدر بعد كده بقوه خط الهجوم واصرار لاعبي الاهلي اللي هم يسجلوا. على الرغم من الفتره دي كان الزمالك احسن نسبيا، لكن بدون فاعليه حقيقيه على المرمى. مباراه الاهلي والزمالك الحقيقه حصل مشكله كبيره قبل بدايه المباراه في التسخين بين شيكابالا وبين محمد حلمي. وهم بيسخنوا لان حطوا بره السكور شيت، مش في القائمه ال 11 لعيب، حطوا في الاحتياطي يعني في ضمن الخمسه. واعترض شيكابالا بصفته مش قائد الفريق، لكن هو حاسس ان هو فورمه كويسه، لكن وصلت المشاهده اللي هو تعليق صوت وزق لعيبه وكاس تل اتعور. يعني هل تتخيل المشاهده؟ مش عايز اقول مشاجره عشان عيب قوي اللي ده يحصل من لعيب زي شيكابالا او كابتن محمد حلمي، اللي بالمناسبه هو تاريخه اكبر بكتير من حسام البدري كلاعب كوره. كاس العالم مع طاهر ابو زيد، كاس العالم للناشئين، كاس سور الصين العظيم. يعني ليه تاريخ في الملاعب اكتر من حسام البدري طبعا. لكن في التدريب حسام البدري اعلى. ودي حقائق لازم الناس تبقى عارفاها. النادي الاهلي بفضل المشاكل استغل المشكله بتاعت شيكابالا وستانلي ومحمد حلمي، فبالتالي انت شيكابالا اثر نفسيا على فريقه قبل ما يبدا المباراه. فبالتالي انا كنت متوقع ان ده هيحصل والاهلي هيفوز 2-0. بعد كده شيكابالا بعد ما محمد حلمي ما اعرفش مين اتدخل من الاداره اللي هو يلعب شيكابالا في ال 11. شيكابالا رفض اللي هو يلعب، دي على حسب معلومات مؤكده، ولعبه محمد حلمي في اخر 10 دقائق وما كانش ليه، لمس 3-4 كور بس، فبالتالي ما كانش ليه تاثير على نادي الزمالك او على خط الهجوم لصالح فرقته. الاجتماع بتاع الزمالك النهارده اتوقع طبعا الاجتماع عشان موضوع شيكابالا مع محمد حلمي. ودايما شيكابالا بيمشي لعيبه، بيمشي مدربين، يعني بيمشي لعيبه زملائه من الفرقه من نادي الزمالك وبيمشي مدربين. اللي انا عايز اقوله لك اللي في الاجتماع النهارده اللي لسه هنعرف نتائجه لو كده، بس انا بتوقع لك اللي هيحصل استمرار محمد حلمي او رحيله. ده الحاجه الاساسيه. محمد حلمي اشترط ان هو مش عايز يلعب شيكابالا، مش عايزه خالص في الفريق. اللي هقول لك بقى يعني في سياق متصل ان حسام حسن اعلن اللي هو عايز شيكابالا في النادي المصري. انت نزلت الخبر ده؟ نزلت الخبر ده عندي في العربيه نيوز، وكان انفراد، وكان برضو احمد حسام ميدو قال انا بعرف استفيد من شيكابالا. يعني وادي دجله والمصري، وادي دجله والمصري، ودول زملاء الاثنين دربوه كمان، وكان يعني عارفينه كويس جدا. وميدو لا زميل ملعب معاه، زميل ملعبه كمدربه، مدرب فني او مدربه يعني. فبالتالي هو بيقول اللي هو اكثر قدره ورغبه اللي هو يحقق مع وادي دجله اللي هو بيطبق الاحتراف. هو استفاد بيه لما كان معاه في الاسماعيلي بالظبط، يعني عمل شغل. وحتى لدرجه لما ميدو مشي من الاسماعيلي يعني شفنا اداء شيكابالا انه اختلف، يعني كان هبط جدا ومشي تاني الاعاره بتاعته. بالظبط. فهو بالتالي عرض وادي دجله والنادي المصري كويس، وده كانت حاجه يعني مش كانت حاجه متوقعه بالنسبه لشيكابالا.